كان في واحده ست عندها محل مجوهرات، جابت مجموعه من مجوهرات الفيروز علشان تعرضها في المحل عندها وتبيعها. عرضت المجوهرات بالفعل شهر 2 3 وجربت كل طرق البيع والتسويق، لكن برضه ما بتتباعش. بعد فتره الست سافرت واحتاجت فلوس، فكتبت رساله مكتوبه بخط الايد لموظفه المبيعات عندها في المحل بتقول فيها بيعي المجوهرات الفيروز بنصف الثمن، وكتبت بالارقام مش بالحروف، يعني كانت 1/2. وكانت رساله مكتوبه بخط مش واضح شويه. الموظفه لما قريتها غلط، قريتها بيعي مجوهرات الفيروز بضرب 2 السعر. وكانت هنا المفاجاه، الموظفة شالت السعر القديم وحطت السعر المضاعف، والمجوهرات اتباعت في وقت قياسي جدا. الست استغربت من اللي حصل، وده بالظبط اللي بيشرحه المؤلف روبرت سيالديني في كتابه الشهير التأثير علم نفس الإقناع. وده واحد من أهم المبادئ اللي بيتكلم عنها، وهو مبدأ الإدراك القيمي. الناس لما بتشتري حاجة ما عندهاش وسيلة واضحة إنها تقارن بيها المنتج، بترجع بشكل تلقائي إلى السعر كمعيار أساسي للجودة. فكل ما كان السعر يكون أعلى، ترسخ عندهم في ذهنهم فكرة إن المنتج ده أفضل وأرقى وأجود.